هلا وكل الهلا، شلونكم؟ شخباركم شباب؟ كابكوم تسأل واللاعبين يجيبون. قبل فترة كابكوم سوت مو أقل من أسبوع تقريبا، كابكوم أطلقت سيرفي أو شلون تقولون طلب معلومات من اللاعبين، دزتها بالإيميلات لكل شخص مشترك وياهم بخدمة ريزدنت ايفل امباسادور أو سفراء ريزدنت ايفل 1 لواحد من عندهم. قدموا هذا استفسار ويطلبون يسألون عن السلسلة، وبالأخير ختموها شنو الجزء اللي تريدون نسوي له ريميك. بما أنه شركة كابكوم آخر فترة ناجحة ومبيعاتها كلش قوية بالنسبة لأجزاء الريميك، فقط عندها جزء فري ريميك ببعض المشاكل، لكن همتين حقق مبيعات وحقق نجاحات قوية. لكن كابكوم متخوفة من اللاعبين. كابكوم قبل فترة أو قبل لا تنزل ريزنت ايفل 4 ريميك وسوينا مقطع عن هذا الشيء، راح اخليكم اياه فوق اذا تريدوا تعرفون معلومات اكثر يطلع لكم بالكاردز. كابكوم خايفة من اللاعبين وخايفة من ريميك ريزنت ايفل 4 احتمال يفشل، فهمتين خلوا اللاعبين امامهم وخلوا اللاعبين شو يريدون وشنو يتوقعون وشنو يحبون بريزنت ايفل 4 ريميك. فهسه كابكوم دا تمشي بالنسبه لي على الطريق الصح، ودا تسال اللاعبين شنو الشيء اللي تريدوه بالنسبه للسلسله، وبعدين شنو الجزء اللي تريدون انتم ان تختاروه او ان نسوي له ريميك. طبعا بالنسبه لي وحسب ما شايفه اني اكو 3 اجزاء اللي هي محتاجه ريميك واللاعبين طلبوها بشده، وهذا الشيء اعرفه بدون اي شيء. اولا ريزنت ايفل كود فيرونيكا، ثانيا ريزنت ايفل 5، ثالثا ريزنت ايفل اوتو بريك الجزء الاول والثاني. وهسه بالنسبه لي هذا يعني توقعات اللاعبين، وهسه راح اجي اقول لكم توقعات الشركه والشيء اللي يشوفه الشركه وشنو اي جزء راح تشتغل عليه. اسمي محمد، هاي قناتي الرئيسيه الخاصه بعالم الالعاب. قناتي الثانيه للتختيم موجوده روابط مالتها بصندوق الوصف، ادخلوا واشتركوا بيها اذا عجبكم التختيم، ويلا نبلش بالتفاصيل. شحنة. شلونكم؟ شخباركم شباب؟ يا ولد، قبل فترة أو قبل أقل من أسبوع كابكوم دزت استفسار للاعبين وتسألهم شنو الشيء اللي تريدوه بسلسلة ريزنت ايفل وشنو الجزء اللي تحبون أن نسوي له ريميك. خلينا احنا قبل شوية قلت هي 3 أجزاء اللي هي ريزنت ايفل كود فيرونيكا وريزنت ايفل 5 وريزنت ايفل اوتو بريك. خلي نستبعد العفو شوية اوتو بريك، وخلي نبقى بين ريزنت ايفل كود فيرونيكا ونبقى ويا ريزنت ايفل 5. هذني الجزئين هذني اللي يعتبرن واحد من عندهن جزء اساسي وواحد من عندهن جزء فرعي، لكن القصه مالته مهمه والاحداث مالته مهمه، وتشوفنا بعض الشغلات اللي صارت باحداث السلسله بشكل كامل. ريزنت ايفل كود فيرونيكا اذا نريد نجي على المبيعات مالتها مقارنه ويا ريزنت ايفل 5، فان مبيعات ريزنت ايفل كود فيرونيكا على جميع الاجهزه البلاي ستيشن 2 البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360، يعني بعد ما سووا لها تحديثات ولحد هسه تنباع على بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5، مجموع الوحدات المباعة ما يقارب 1,910,000 نسخة مباعة من ريزنت ايفل كود فيرونيكا. اما ريزنت ايفل 5 بكلها يعني على جميع الاجهزة على جميع المنصات لقد تم بيعها بما يقارب 14,740,000 نسخة مباعة. اذا نريد نجي نحكي بالنسبة للارقام، يعني نسبة الارقام، وكابكوم شركة تجارية تعتمد على الارباح. اذا نريد نجي ونشوف مثلا شركة كابكوم اي جزء بالنسبة لها أفضل إذا تيجي تسوي لها ريميك، وأي جزء بالنسبة لها يحقق لها مبيعات أكثر. هم بالنسبة لهم وحسب رأيي هم محتارين بين ريزنت ايفل كود فيرونيكا وريزنت ايفل 5، لأن هذني مطلبين قويين من الجماهير. أما نتيجة السيرفي اللي سووه، الاستفسار اللي سووه من اللاعبين، ما أعرف النتيجة مالته يعني الصالح علما كان ريزنت ايفل فيرونيكا أو ريزنت ايفل 5، هذا الشيء خاص بهم ومعلومات لهم، وإذا كشفوا لنا إياها راح يكون ممنونين من عندهم ونعرف اي الاجزاء راح يسوي لها ريميك. اذا بالنسبه للغه الارقام واللعبه اللي تحقق ارباح اكثر فهي ريزنت ايفل 5 بسبب المبيعات وبسبب تعتبر جزء رئيسي. وهوايه من الناس قالوا انه ريزنت ايفل 5 شلون تقولون تكمله او توسعه لريزنت ايفل 4، ومجرد خلوها وجابوها كابكوم وسووها جزء اساسي. فاغلب الناس يريدون ان يصير ريميك لريزنت ايفل 5 حتى يعيدون القصه بشكل اكثر. هي احتمال اكو ناس تحب الطور التعاوني واحتمال لا. انا بالنسبه لي ما احب يكون بيها طور تعاوني، احب ان تكون لعبه قصه خاصه بكريس. واما شيفا الومار اللي موجوده وياه اذا رادوا يضيفوها خلي يضيفوها مثل كلير بريزنت ايفل 2 او كارلوس بريزنت ايفل 3 او ادا وونك بريزنت ايفل 4، يعني تكون لها فشي خاص بها او فشي تلعب او تتواجد فشي لها قصه ثانويه لها باللعبه نقدر نلعب ونتحكم بيها. اما القصه بشكل اساسي ورئيسي يخلوها لكريس وبحثه عن جل بافريقيا
البيولوجية ومحاربة الإرهاب البيولوجي، وبالنهاية راح يتواجه ويا ويسكر وراح يقضي عليه، يا أما يقضي عليه يا أما لا، لأن كابكوم دا تشتغل على هذا الشيء واحتمال تبقى ويسكر ما تنهي بهاي الطريقة. والشغلة الثانية اللي أنا أعتبرها مستبعدة ريزنت ايفل كود فيرونيكا، بسبب مثل ما قلت لكم مبيعاتها مو كلش هواي، مبيعاتها مو قوية مقارنة بريزنت ايفل 5. فإذا كابكوم رادت أن تسوي ريميك ريزنت ايفل كود فيرونيكا وتعتبر تخلص من الأجزاء شلون تقول الرئيسية، لأن من الجزء الأول لحد الجزء الرابع ماكو أجزاء فرعية نهائيا غير ريزنت ايفل كود فيرونيكا اللي نزل عام 2000 اللي قبل ريزنت ايفل 5 تقريبا ب9 سنوات. السؤال هنا، السؤال بالنسبة لنا احنا كلاعبين شو نريد، والسؤال بالنسبة كابكوم شو تريد. احنا كلاعبين ومجتمع اللاعبين نريد ريميك لريزنت ايفل كود فيرونيكا حتى ما تبقى متعلقات، ما يبقى شيء بالاخير. يعني مو من المنطقي انت تيجي تسوي ريميك ريزنت ايفل 1 و2 و3 و4 وتطفر للخامس وتترك كود فيرونيكا اللي مثل ما قلنا بداية المقطع باحداث مهمة، بشغلات مهمة، بقصة عائلة اشفورد والشيء اللي صار وياهم، وهماتين تواجد ويسكر هناك موجود بهذا الجزء. فاذا رادوا يبنون قصة جديدة او رادوا يبنون قصة ويسكر من جديد فلازم يرجعون الكود فيرونيكا يسوون له ريميك ويضبطون القصة بشكل كامل، حتى لما يرجعون يسوون ريميك الجزء الخامس اولا القصة راح تكون مفهومة، راح تكون معروفة، ثانيا القصة وارتباطها يعني ارتباط الاحداث بين ريزنت ايفل 1 و2 و3 و4 وكود فيرونيكا وبعدين يربطوها ويا الخامس راح تكون مفهومة ومبسطة بشكل اكثر. ومثل ما حكينا وشرحنا بالسابق انه حجر الاساس اللي موجود واللي تم وضعه وتم الشغل عليه هو اعادة اجزاء ريزنت ايفل كريميك على هذا الحجر اللي هو ريزنت ايفل 7 ومن بعد ريزنت ايفل 8، وراح يبدون يضيفون او شلون تقولون يربطون ذني الامور مثل ما ربطوا ريزيدنت ايفل 8 وهي بداية سبنسر. وهذا الشيء رجعنا للبداية ورجعنا ريزيدنت ايفل 1 وريزيدنت ايفل 2 و3 و4 وهماتين اكو ارتباطات بسيطة بين ريزيدنت ايفل 4 وريزيدنت ايفل 8 بما يخص يعني شلون تقولون العفن وما عفن وذني الامور والمي الاسود اللي شفناه بريزيدنت ايفل 4 ريميك. فهواي شغلات كابكوم عندها هواي شغلات لازم تنتبه لها، ولازم بنفس الوقت تنتج لنا جزء محبوب، جزء تحبه الجماهير وتريده، وبنفس الوقت تنتج لنا قصة قوية، قصة مقاربة أو مرتبطة ببقية الأجزاء مال السلسلة. المهم هذا رأيي وهذا الشيء أني اللي أشوفه واللي ناقشته وياكم. أنتم أريد أسمع آراءكم وتعليقاتكم بقسم التعليقات. اكتبوا لي أي جزء تحبوه أكثر أن يكون لريميك ريزنت ايفل كود فيرونيكا أم ريزنت ايفل 5. المهم شباب أشكر كل شخص وصل ويانا لنهاية المقطع. ألقاكم مقطع فيديو جديد وتحليل جديد. أقول لكم في أمان الله. Alexia?